برنامج بأسماء الله الحسنى، معاذ الله أن يكونوا مثل هذا التشبيه وأن يسيئوا إلى هذه الأسماء. جوز كلكم بتحكوا هيك، بس لعلمكم على قنواتكم، على قنوات أبنائكم، في هذا البرنامج موجود ويعرض. وللأسف منتج أو يعني صاحب الفكرة في هذا البرنامج الذي شكر من قبل الرئيس باراك أوباما شخصيا هو عربي من الكويت. وبتشوفوا كمان شوي هذا الفيديو القصير، وبعديها راح ننتقل مباشرة إلى محور الحلقة ونتلقى الاتصالات عليها حتى يكون الحوار في تفاعلية أكثر. وبدي أذكر أنه المدارس الخاصة ومهرجان الألوان هم على بند هذا البرنامج. خلينا نشوف هذه المقطوعة وبعديها نرجع للحديث حول الموضوع، حول الاستهزاء، الفيديوهات الخاصة أو البرنامج الخاص بالاستهزاء بالشعور الديني والمس بالذات الإلهية، وهو برنامج معروض على الشاشات. والآن الشباب إن شاء الله بيفرجونا هذا الفيديو، واللي إن شاء الله بعديها بننتقل إلى الحوار بشكل سريع حتى تدركوا ما هي المصيبة المعروضة على شاشات التلفاز في بيوتكم. يقال إنه يمكن لظلام العالم أن ينجلي بنور قلب طاهر واحد. فتخيل إذن الأمل الذي يمكن أن ينتشر إن اتحد 99 من أصحاب القلوب الطاهرة. إننا نحاول حمايتك، ألا ترى ذلك؟ بلى، ولكن من ماذا؟ أعتذر منك يا جو، فأنا أنسى أحيانا أنه لم يتم الكشف عن تاريخ أحجار النور لحامليها بعد. أحجار النور؟ نعم، أحجار النور يا جو. حجرك واحد من تلك الأحجار 99 التي تمنح حاملها قوة خارقة. نطلق على نواف اسم جبار لأن حجر النور الذي يملكه يجعله قويا. أما حجري فيجعلني أرى النور، لذا ينادونني نورا. إذا من أنا؟ من الآن أنت ضار. أنا ضار؟ رائع، هذا يعني أنني مؤذن. هاها بالتأكيد. تعلمين هذا، أليس كذلك؟ كنت متأكدة. حسنا، أنا أشعر بالغباء. وأنا أيضا. إن هذا ليس حجرك يا مجيبة. أبط. لكن عليم، لماذا فعلت ذلك؟ لأنني كنت أعلم أن شيئا مثل هذا كان سيحدث. الجميع ينسى باستمرار أنني ناصر وعليم. كنت تعلم ولم تقل لنا شيئا على الإطلاق. كان الأمر يشبه شعورا، إلا أنك كنت تؤكد بنسبة 99.8 أن الأمور ستكون بخير. نعم، لقد كان شعورا قويا. ماذا تريدون؟ أنا مجرد طفل. بل أكثر من ذلك يا عليم، أنت من 99. يجب القول إن الفكرة المبتكرة كانت من قبل الدكتور نايف المطوع من الكويت الموجود بيننا الليلة. اقتنعتوا ولا بعدكم؟ اقتنع اللي قاعد بيتفرج علي الليلة بأنه هذا الشيء منظم، ولا أنتوا بعدكم ما اقتنعتوا؟ أنت بتقتنع أنه رئيس أكبر دولة في العالم
باراك أوباما بيطلع عشان يمدح واحد مسوي لي فيلم كرتون للأطفال؟ لولا إنه هذا الفيلم فيه رسالة مسيئة إلنا ولتقاليدنا ولديننا، وفي تشبيهات مرقت على الشاشة. ويعني طبعا الله عز وجل أعلى وأجل من أن توضع أسماءه الحسنى ببرنامج إشي لإناث وإشي لذكور وإشي مكشف وإشي مش عارف شو، وإشي يشعر بالغباء وإشي يكذب. هذا كله مبرمج موجه لعقل ابنك، عشان ابنك يطلع. كمان شوي بنشوف شو راح يطلع عندما نصل مهرجان الألوان. ما تقول لي هذا الشيء صدفة، هذا رئيس دولة طالع يعني تارك شو. تخيل هسه أنت الدكتور عبد الله نصور يترك كل شغله ويحكي عن سحبة بلالين. بتكون سحبة البلالين هاي اللي بتعرفوها أيام زمان بتكون فيها إشي. وكذلك الأمر، أمريكا تركت كل الدنيا وطلعت تمدح برنامج كرتون، والرئيس شخصيا، يا ريت وزير خارجية ولا الناطق باسم البيت الأبيض ولا. ليش؟ بدهم إيانا ننحل، بدهم إيانا نترك ديننا، بدهم إيانا نصير شعب يشجع الإباحية، نصير شعوب تسعى إلى الإباحية وتحللها وتبتعد عن دينها. وهنا أقصد الدين الإسلامي والمسيحي يعني وكل العرب، سواء بالدين الإسلامي أو الدين المسيحي. وأركز على الدين الإسلامي لأنه الرسالة واضحة وصريحة. ألعاب كرتون أطفال، لولا أنه البعض انتبه لهذا الموضوع مثل الشيخ العريفي ومثل مشايخ أخرى